أهلا وسهلا مشاهدينا الكرام في هذه النشرة الإخبارية، وهذا أبرز عنوانها: قطاع التعليم يخوض إضراب وطني جديد لمدة 4 أيام. قبل البدء لا تنسوا الصلاة والسلام على رسولنا الكريم، اللايك للفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس للتوصل بكل جديد. قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم، والذي يضم 25 تنسيقية فئوية ونقابية تعليمية، خوض إضراب وطني أيام 13 14 15 16 دجنبر 2023 الجاري، وذلك احتجاجا على النظام الأساسي الجديد الذي صادقت عليه الحكومة نهاية شهر شتنبر المنصرم. ويأتي هذا الإضراب بعد أيام من إعلان التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، وتنسيقية أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، خوض إضراب مماثل في نفس الأيام. وبإعلانه الإضراب عن العمل يوم 16 دجنبر، يكون التنسيق الوطني لقطاع التعليم قد قرر مقاطعة حراسة المباراة التي ستنظمها وزارة التربية الوطنية من أجل ولوج مراكز التكوين لتوظيف 20,000 أستاذ وإطار الدعم. ودعا التنسيق الوطني لقطاع التعليم أعضاؤه إلى تنظيم أشكال احتجاجية أمام مقرات المديرية الإقليمية والأكاديميات الجهوية يوم الخميس 14 دجنبر الجاري على الساعة 11 صباحا.